السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل طريقة البيتزا. الطريقة سهلة جدا وبسيط. معايا المقادير بتاعتي: معايا كوباية لبن رايب، رشة ملح، علبتين زبادي، 4 معالق كبار سكر، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 3 كوبايات دقيق، ومعايا رشة فانيليا كده بحب احطها في المعجنات. وكده اول خطوة معانا هنحط السوائل كلها على بعض. اول حاجه هنحط اللبن الرايب، وهنحط السكر والخميره، وهنحط نص كميه الزيت، هحط علبتين الزبادي، هقلب كله مع بعض كده بالشكل ده. هنزل بالدقيق، بس طبعا هنزل بيه شويه شويه، مش هنزل بيه مره واحده. وهحط الملح والبيكنج باودر، في عجينه بتحب السوائل كتير ممكن نزود لبن رايب اذا لقيناه يحتاج، وممكن عجينه ما كنش عايزه سوائل كتير ونحط لها دقيق. فاحنا على حسب ما نشوف العجينه معانا، هي لازم تكون ما بتلزقش، فاحنا كده هنحتاج لبن رايب تاني. احنا كده حطينا كوبايه لبن رايب تاني عشان الدقيق بتاعنا يحتاج سوائل. فهحط بقى كميه الزيت، وهنعجن بقى لحد ما يبقى قوامها متماسك. انا كده خلصت عجن بقى، عجنتها كويس، هغطيها بقى لحد ما تختمر، وهنجهز معاكم الحشوه. طبعا الحشوه الموجوده عندكم بقى فراخ، لحمه مفرومه معصجه، فراخ معصجه في بصل وتوم، فلفل الوان، زيتون، جبنه، الموجود عندك. انا كده هسيبها لحد ما تختمر بقى وهعملها معاهم. كده العجينه اختمرت معانا زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى ان احنا ناخد قطعه على قد الصينيه بتاعتنا ونفردها. عندي الحشوه اللي معايا فلفل اخضر واصفر واحمر وزيتون، ومعايا جبنه موتزاريلا، ومعايا جبنه من اللي هي القديمه دي برضو بحب احطها على البيتزا. فجبت صينيه كده ودهنتها بالشكل ده، هحط فيها بقى قطعه العجينه وافردها. انا فردتها كده بالشكل ده، ومعايا الصلصه بتاعتي هي هدهنها برضو صلصه. طبعا الحشوات زي ما انتوا عايزين، في فراخ، لحمه مفرومه، فيه جبن، فيه خضار، اي حاجه موجوده عندك.
كده بقى ندخلها الفرن، وبعد ما تطلع ان شاء الله نوريها لكم. وده كده الشكل النهائي بتاع البيتزا بتاعتنا النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.